هل في حد شايفه لا يستحق انه يكمل في نادي الاهلي؟ انا عايزه او لا، مش لازم اسم. بس عشان بحب طبعا مش في، لازم اسامي، طبعا في، من غير اسماء طبعا في. بدون اسماء. طبعا في، طبعا يستحق ارتداء تيشيرت الاهلي. تيشيرت الاهلي كبير قوي، كبير قوي، وجمهور كبير قوي وملايين ملايين ملايين من الشعب المصري وبره مصر بيحبوك وبيحب الفانيلا الحمراء، وليس تقليلا من اي فريق اخر من نادي الزمالك مثلا، ده فوق راسنا، بس انا اهلاوي بحب الاهلي، بحب الاهلي جدا يعني. ما ينفعش نعمل تصرفات مش في مكانها، او اي مش طبعا. في، ما ينفعش في نادي كبير زي ده. الاهلي ليه قواعد وليه رولز مم. وليه تاريخ كبير جدا. مم. مهما كان هناك من ضغوط، مم. انت زي ما نقول كده الشهرة كده، انت محسوب على الاهلي، لازم تتصرف بتصرفات فنية الاهلي. خلينا بقى ما نبقاش منحازين، او يعني طبعا هل بتشوف في لاعبين من نادي الزمالك نفسك يجوا نادي الاهلي؟ طبعا بتشوف امكانياتهم طبعا طبعا فيه؟ طبعا، يعني اي لعيب يخدم الاهلي ككيان، مم. انا احب ان يبقى في الاهلي. كام لاعب من الزمالك شايفه يخدم نادي الاهلي؟ كام لاعب من الزمالك؟ بيلفتوا نظر ايهاب فهمي، برغم ان ايهاب فهمي اهلاوي متعصب. انا بحب شيكابالا جدا شيكابالا طبعا جدا، اسطوره. لعيب موهوب جدا. مم. حاليا يعني اتمنى طبعا وجود زيزو. زيزو طبعا لعيب كبير ولعيب بتشوف اقول لك امكانياته؟ على حاجه برضو. مم. من زمان قبل والله ما يلعب في الزمالك، مم. يعني انا متابعه من هو بيلعب في الاسماعيلي. عواد جون مهم جدا، جون طبعا كنت محمد اتمنى عواد. طبعا وجوده. كل ده بيخدم الاهلي، اي حد انت يخدم اي حاجه اي حاجه هتضيف مصلحه الاهلي انا للاهلي معاك. طبعا الاهلي مليان لعيبه جامده جدا، مليان ناشئين جامدين جدا. على فكره انا متابع الناشئين كمان، بحكم ان احمد اهلاوي طبعا، طبعا واتمنى طبعا طبعا. وشرف لي انه يرتدي هذه الفانيلا العظيمه. مم. الناشئين في الاهلي حاجه جامده جدا هيطلع منهم ناس طبعا. كبار من وجهة نظري. يعني في فرقه 17 و19، فرقه جامده جدا، فرقه جامده جدا جدا. بتحب بقى مين من لاعبي نادي الاهلي؟ يعني بتنحاز له قوي او بتحبه قوي يعني؟ بصي انا يعني هو اعتزل، بس انا عمري ما كان في الملعب كنت بخاف لحظه. مين؟ عماد متعب. طبعا لحظه، طبعا عمري اسطوره. ما خفت لحظه. اسطوره. يعني عمري ما كان في ماتش كان مم. بيبقى تحدي بيني حتى وبين امير مرتضى منصور مم. واحمد مرتضى منصور، مم. تحديات كثيره جدا. الماتش فيه عماد ببقى عارف ان الاهلي هيكسب. واثق عماد جدا في امكانياته في راس الملعب. حربة. مم. اعتقد ان بعد اعتزاله ما مم. بقاش عندنا الحته دي، يعني عندنا يعني في الاهلي دلوقتي ناشئين كده مم. على فكره. مم. الحته دي عماد من نص سنتي بيجيب جول، مم. كان لعيب جميل جدا. بس انا عايز اقول حاجه عشان ايه، طبعا اتفضل. انا بحب الاهلي، مم. ومش بقول برضو كلام كل الاحترام للزمالك، بحب فرقتي، مش عشان انا باهلاوي فانت تزعل مني، او انت زملكاوي فانا ازعل منك. لا لا لا، يعني احترام وجهات النظر انا احترامي لجمهور والاختلاف. الزمالك وجمهور الاهلي، بس انا بحب الاهلي. صحيح. انا مم. منذ الصغر، يعني برضه اقول لك عشان الناس تبقى عارفه، مم. منذ الصغر انا اهلاوي. مم. منذ الصغر ابويا زملكاوي متعصب، وفي عادي بيت جدا. واحد وفي بيت وابوك مفيش اغلى ابويا من كده يعني. وهقول لك من ضمن الاسباب لما مم. الزمالك اللي بيتغلب، فابويا كان بيزعل جدا. مم. فيمكن ده اللي خلاني ابقى اهلاوي، عشان مش عايز حاجه تزعل ابويا. يعني ابويا بيزعل ليه، انا زعلت من اللي بيزعل ابويا، فانا مم. بقيت اهلاوي. يعني انا من 5 سنين بشجع الاهلي، عشان بس تقول لك من 5 سنين بس؟ وانا عمري 5 من وانت سنوات. عامله من وانت عندك 5 سنة لا، اتمنى ان بيبي. يكون عمري 5 سنين. يعني دي امنيه، يعني ان انا اكون 5 سنين، ده احساس عظيم. لا روحك 5 سنين. ده الله يبارك حقيقي، لك، ده فعلا. الله يبارك طب لك. ومن دلوقتي من لاعبي نادي الاهلي دلوقتي يعني لا غنى عنه من وجهة نظرك، ما ينفعش نستغنى عنه؟ انا بحب وشايف انه اسطوره مصر القادمه، اسطوره. مين مصطفى بقى؟ شوبير. طبعا. مصطفى شوبير طبعا. انا بقول انا اخلاقه كمان، اخلاقه. ابن الاهلي، صحيح. مشجع درجه ثالثه، صحيح. بيحب الاهلي بدمه، حارس موهوب. كلمه جدا. موهوب دي صحيح. كنا بنقولها على الحضري. مم. ده حارس موهوب، شناوي عظيم. مصطفى مم. شوبير دايما ربنا بيقول لك ايه اللي يعني هي دي سنه الحياه، مم. ربنا يحافظ عليه وعلى موهبته. انا شفته في ماتش
كنت في الاستاد إمم. كلنا، الاستاد كله كان بيشجع اوفا، مصر كلها كانت بتشجع مصطفى الاستاد، شوبير. وكان إمم. عظيم. اللي هو 2-1 انتهى 2-1. إمم. حتى لما جه جون فيه كلنا ما كناش زعلانين، لانه عارفين إن الراجل عمل كل خارج حاجه. إرادته يعني، بَذَل مجهود. انا شايف ان بحب مصطفى شوبير جدا جدا. يعني انا شايف انه جدير إمم. بكل تفصيله من تفاصيل كيان النادي الاهلي، روحا وجهدا وفانيلا. بحب الفانيلا أوي.